ان انا هخش على امي ازاي واقول لها جمله زي كده؟ انا عايز اديكي حق تعبك وانا صغير. ايه انت متاكد من القرار اللي احنا خدناه ده؟ حاسس ان احنا هنعمل حاجه غلط؟ لا ولا غلط ولا حاجه. هو ابونا وامنا ياخدوا حقهم من ساعه ما هم جابونا على وش الدنيا، يشوفوا حقهم ايه وياخدوه، وكل واحد يشق طريقه يا باشا. يا ابني مش هنقدر نوفي حقهم. لا هنقدر. هم كام سنه يعني؟ طب بس عشان هو جاي. ماشي. يا رجاله يا حاج الحمد لله. انت عامل ايه؟ اخباركم ايه؟ ما مش باينين يعني. اهو والله احنا قررنا كده وفكرنا انا واخونا في موضوع كده، وقلنا يعني نقول لك عليه. قررتوا خير يعني يا رب. خير ان شاء الله، مصلحه لينا طبعا. انتوا مجتمعين عشان القرار يعني؟ طبعا خير. طبعا، عشان انت برضو ايه يعني ابونا، فلازم ان احنا نقول لك تمام عشان تعرف برضو امنا. انا وهو هنسافر، مش هنقعد في البلد دي، فاحنا بصراحه جايبينك عشان خاطر تشوف انت ليك عندنا ايه انت وامنا، وتاخدوه من ساعه ما اتولدنا. بص يا حاج، هو قصده ان انت هتقول شوف انت صرفت علينا قد ايه من يوم ما احنا اتولدنا لحد دلوقتي وهيديهولك. هو قصده كده. انت موافق على كده ولا كده؟ قصده كده. انتوا جايين دلوقتي وبتقولوا هتحاسبونا على ايه؟ على ايه ولا ايه؟ 30 سنه و35 سنه ربيتكم ماشي من الصغر وانتوا عيال لسه صغيرين ماشي، بامبس واقول لك ودكاتره وطب وادويه وغذاء وتعليم، وكل ده دلوقتي عايزين حقكم وعايزين تدفعوا ايه؟ هتدفعوا ايه ولا ايه؟ ها؟ ده انتوا لو قعدتوا طول عمركم لحد اخر لحظه في حياتكم تشتغلوا بره مش هتسدوني، لا انا ولا امكم. لا انا ولا امكم. شوفوا امكم تعبت فيكم ازاي وانا تعبت فيكم ازاي. انا كنت بشتغل بطلع من الشغلانه بروح الشغلانه الثانيه ماشي عشان اجي في الاخر اليوم الاقيكم مبسوطين ماشي، اللي عايز ياكل واللي عايز يشرب واللي عايز بامبز واللي عايز يتعلم. ايه عايزين تسدوا؟ وروني بقى هتسدوا بقى كام؟ لو جيت حسبتوها ده ملايين. فكروا كويس. انت اللي حطيتنا في الموقف ده. انت بتعمل حاجه غلط، احنا عايزين نسافر نشق طريقنا. ماشي بس احنا مهما نعمل مش هنقدر نوفي حق ابويا ولا امنا. ليه يا عم؟ احنا مسافرين، يعني مسافرين هنجيب فلوس ومعانا دلوقتي فلوس، بشوف ايه اللي يكفيك. بقول لك يكفيك ملايين وانا هديلك. تعرف تدفع ملايين، ولما اسافر هبعت لك الباقي. هي الحياه في فلوس ايه يا عم؟ هي الحياه فلوس. الحياه بالنسبه لنا فلوس. ها؟ اه التربيه والتعليم والمراعيه كل ده فلوس. بتشوف يا عم، شوف يا عم. بتعمل ايه؟ انت بتعمل انا ايه؟ الفلوس على الفيزا لا لا اصلا. لا لا لا، فيزة مين؟ ده ولا مليون فيزا هتجيب الفلوس اللي هو بيتكلم فيها. هو ما بيتكلمش في فلوس، هو بيتكلم في تعب امك في كل لحظة وجع وهي بتولدنا، في كل لحظة. وان احنا لما كنا عيانين وهي شايلانا 24 ساعة، في ال 24 ساعة ما كانش بيغفل لها عين. هو كان بيصحى من الفجر عشان يلبسنا وينضفنا ويدخلنا انضف مدارس، وفي الاخر تتكلمني في شوية فلوس؟ ده احنا لو قعدنا عمرنا زي ما هو بيقول مش هنقدر نوفيهم حقهم. الموضوع مش موضوع فلوس، الموضوع موضوع مبادئ واخلاق. ازاي ان احنا هنبقى جاحدين مع ابونا وامنا؟ اعقلها. انت بكره هتتجوز وتخلف، انت ترضى ابنك يعمل لما يعمل معاك كده؟ امال في ايه بقى؟ ايه في ايه كميه الوجع اللي جوانا دي؟ ده انا من كتر الكلام حاسس ان انا مش قادر اتكلم. انا مش عارف ان انا هخش على امي ازاي واقول لها جمله زي كده؟ انا عايز اديكي حق تعبك وانا صغير. انا مش متخيل هي هتوصف الموقف ازاي. انت بتتكلم في ايه؟ هيبقى صعب يا حاج انا اسف، انا عن نفسي ما كنتش مقتنع بالموضوع ده من البدايه. الموضوع ده مش داخل دماغي من البدايه. انا اسف وحقك عليا. ادي راسك ابوسها. خلي بالك الاب مش قصه ان هو اب بس، لا لا الاب دي كلمه كبيره جدا. طبعا اللي يحسها اللي يفقدها.
افخد كده وبوك كده هتحس ان انت ظهرك اتقطم. فاهم. بكلمك بجد، بيشيلك من كل المسؤوليات، ما فيش مسؤوليه عليك. ماشي؟ شوف بقى المسؤوليه لما تتحط بقى عليك وتبقى اب هتعمل ايه مع ابنك؟ هتتمنى ان انت تجيب له نجمه من السماء. انا مش متخيل اصلا إن عرفت؟ هو في دماغي. اسمعني، هتتمنى ان انت تجيب له نجمه من السماء ويجي في الاخر ابنك يقول لك انا هحاسبك بالتعب اللي انت تعبته. احنا اسفين يا حاج، احنا ما كناش نقصد والله، هو بس شيطان دخل ما بيننا وشويه الحمد لله ان احنا فوقنا في اللحظه الاخيره وما كبرناش الموضوع. فوق والعيله ما عرفتش. خلي بالكم، خلي بالكم، بص، خلي بالكم كل حاجه، الاب بالذات يشوف العالم كله زيه مش احسن منه، الا ابنه لازم يشوفه احسن منه. فهمتوا؟ افهموا، بكره الايام دواره وهتشوفوا، هيجي لكم عيال وهتعيشوا. استغفر الله العظيم يا رب. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. استعيذ بالله، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وبلدنا اولى بينا. انا لو جبت لها الكلام ده على فكره، لو جبت لها الكلام ده والله هتقع سكته، هتقع سكته من الصمت. احنا مش هنقدر ان احنا لان الام كمان بيبقى يعني بص بيبقى تعبها اقوى من الراجل، يعني الراجل بيستحمل، اما الست بص مسؤوليه كامله متكامله، مسؤوليه كامله من كل حاجه، من طفل كده وانت طفل لسه في اللفه او لسه في بطنها بتتعب كده وتستحمل عشان خاطر تيجي انت على وش الظهر دي الدنيا كده مبسوط ومستريح، تتبسط هي بضحكتك بفرحتك. فهمت ازاي؟ فالفلوس ايه؟ والله لو جبت بنوك عشان تعوضوا تعب الام والاب والله ما تروح. فوق نفسكم. اقوى من الفلوس، فهي اقوى من الفلوس مهما جبنا مش هنقدر بالذات الام والاب. ونعم بالله. ولا راجعوا فلوس نفسكم ولا كويس، ذهب ولا كنز ولا راجعوا نفسكم كويس يا ابني. احنا راجعنا خلاص يا حاج. راجعوا. لو لسه ما تقعدوا مع نفسكم، انتوا لو كنتوا قعدتوا مع بالنسبة لي نفسكم خلاص. وفكرتوا مش هتعرفوا الكلام ده.